بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في قناة سرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد سيكون بإذن الله تعالى نافعا وماتعا في نفس الوقت. أهلا وسهلا بكم. نلتقي اليوم تحت عنوان الإسلام في تركستان الشرقية ما بين الجذور والواقع والمآلات، للحديث مع دكتور فاضل هو الدكتور محمد أمين الأويغوري. الدكتور هو باحث دكتوراه في علم الكلام والفكر السياسي الإسلامي في جامعة مرمرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد، حياك الله يا دكتور، جزاك الله خيرا. دكتور محمد، نحن في هذا اللقاء ضمن لقاءات مرافق حوارية، نحن نقيم معك الآن مرفأ حواريا من مرافق قناة سرات، نتكلم فيه عن موضوع ربما يكون بالغ الأهمية وبالغ التعقيد في نفس الوقت. هذا الموضوع يتعلق بالمسلمين في دول الشرق. عادة ما يتعامل المسلمون عند الكلام عن وضع المسلمين في العالم بشكل عام يتكلمون عن المسلمين الموجودين تقريبا في آسيا، في الوطن العربي، بعض المسلمين الموجودين في أوروبا، بعض المسلمين الموجودين في دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وما إلى ذلك. وقليلا ما يتم تناول وضع المسلمين في الدول المشرق، دول الشرق عموما، في الصين، في الهند، في باكستان، في الفلبين وغيرها من الدول. اليوم لقائنا معك دكتور محمد لنستفيد منك في هذا السياق. سنتكلم اليوم عن المسلمين في تركستان الشرقية، وأيضا سنتكلم عن المسلمين في باقي الدول حول الصين. فأهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى دكتور محمد، حياك الله. بارك الله فيكم أستاذنا. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأنا سعدت جدا بكم وبالمشاهدين. الموضوع غاية في الأهمية، خاصة في هذه الأيام التي كثرت المعاناة للمسلمين من أطراف العالم، سواء في الشرق أو في الغرب أو في أقر دارنا العالم الإسلامي والعربي. لابد أن نستوعب ما يعيشه المسلمون في أطراف العالم، وأنا بهذا الموضوع سعيد جدا بهذا الحوار. أعيد الشكر لكم وللقناة. ثانيا، أنا باحث دكتوراه في علم الكلام وفي الفقه السياسي الإسلامي، كذلك أهتم بالعلاقات العربية الصينية كباحث. فأنا أحاول بكل ما في سعتي أن أقدم لكم وللمشاهدين ماذا لدي إن شاء الله، بما لدي بإذن الله. شكرا أستاذنا. بارك الله فيك، حياك الله يا دكتور. نسأل الله لك التوفيق والفتح بإذن الله تعالى. طيب دكتور، نبدأ بالقسم الأول، القسم المتعلق بالصين، بتركستان الشرقية. في الصين هناك أكثر من 150 مليون مسلم. حدثنا عن هؤلاء المسلمين في الصين من حيث جذور وجودهم في المنطقة، ثم أنتقل بعد ذلك في حوار ما بيني وبينك للكلام عن المحاور الأخرى. الآن نتكلم عن جذور الوجود. تفضل دكتور. أولا، أنا في هذا المقام أنبه في البداية أن نميز بين المسلمين في تركستان الشرقية والمسلمين في داخل الصين. حتى أسلمة هؤلاء الشعوب، شعوب صينية وشعوب تركستان الشرقية، مختلفة تماما من ناحية استلام أو تلقي مع وحي الإسلام. كما تعرفون، تركستان الشرقية من قلب آسيا، آسيا الوسطى. هنا تعرفت مع الإسلام، الشعوب تعرفوا مع الإسلام بطريق في تاريخ، حتى في عهد الخلفائيين، في عهد عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه. هذه الفتوحات عندما توسعت إلى جانب الشرق، إلى خراسان، إلى ما وراء النهر، فشعوب تركستان الشرقية من ضمن هؤلاء الشعوب يعيش ممتزجا مع شعب الفارس وشعب الأتراك، بهذه المناطق شاسعة تركستان الكبرى. ما وراء النهر جزء من تركستان الكبرى، وتركستان الشرقية كمان جزء شرقي من تركستان.
وهذه المناطق تعرفت على الإسلام يعني عبر طريق يعني فتوحات الإسلامية، خاصة في عهد الأمويين عندما بدأت فتوحات بطريق أسرع وبطريق شامل بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه. هذا القائد وسعت دائرة الجغرافيا الإسلامية في الشرق بشكل كبير، من ضمنها يعني دخول سمرقند، دخول بخارى، ثم دخول تاشكند وكاشغر. كاشغر عاصمة تركستان الشرقية، يعني في ضمن رقعة الجغرافيا الأموية، دولة الأموية في ذلك الوقت. في عام 96 تعرفت شعب كاشغر من تركستان للإسلام ودخلت في داخل الجغرافيا الإسلامية. ثم هنا تراجعت بعد قتيبة بن مسلم قليلا الحكم الإسلامي من تركستان، حتى غلب يعني الأتراك البوذيون في المنطقة. ثم بعد قرن ونصف تقريبا، تحديدا يعني في عام 323 هجري و 932 تحديدا بالميلادي، هنا أعلن قائد الأتراك دولة القرخانية الإسلام دين دولة مباشرة. فبهذا الإعلان يعني حتى حكومة تركيا في ذلك الوقت، إمبراطورية أو بما نسمي الدولة القرخانية، يعني أسلمت مع شعوبها بشكل كامل من تركستان الكبرى بشكل كامل. ثم بدأت هنا يعني تحركات جهادية بين الأتراك، مع أتراك يعني أيغوريين بوذيين، ومع الأتراك يعني من طرف دولة القرخانية. دولة القرخانية ترك من الأيغور ومن الأوزبك التي نسميها اليوم، ممزوجة بعدة قبائل تركية، لكن في ذلك الوقت يعني الأغلب هم المسلمون حاكمون في المنطقة. أما بالنسبة لإسلام الشعوب الصينيين، هذا كان عبر طريق الحرير، عندما ذهب تجار العرب عبر طريق البحر من طرف شرق الصين، مثلا عبر طريق بحر الجنوب الصيني، ذهب إلى شرق الصين كانتون، اليوم تسميها الصينيون غوانجو وهكذا. حتى الآن يعني مشهورة لسياح العرب هذه المدن. يعني وهنا مسجد باسم يعني مسجد سعد بن أبي وقاص مثلا، مع أن سعد بن أبي وقاص مات في غير الصين، لكن مسلمون في الصين في ذلك التاريخ القديم سموا هذه المنطقة، هذا المسجد باسم سعد بن أبي وقاص. موجود هذا المسجد إلى الآن دكتور؟ موجود إلى الآن هذا المسجد؟ نعم. موجود في مدينة غوانجو، مفتوحة للسياحيين. الصين حتى لجلب سياح العرب يعني يسوق أن هذا المسجد مسجد عريق ويعرف حضارة الإسلام في داخل الصين وهكذا. لكن هنا مسلمو الصين يسمى هوي، مسلمو الهوي. مسلمو تركستان الشرقية الآن بمصطلح الحديث يسمى مسلمو الأيغور، يعني باسم يعني شعب الأيغور مثلا. لكن هذا الاسم يعني تسمية من الغرب أو تسمية من الصين، ليس لأهل البلد. أهل البلد يسمي أنفسهم يعني مسلمو تركستان الشرقية، بمعنى أن هؤلاء منتسبون إلى تركستان الكبرى أولا، ثم تركستان الشرقية ثانيا. تركستان الشرقية دولة قائمة بذاتها قبل الحرب العالمية الثانية، سقطت
باتفاق مع الصين ومع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تشكل الأمم المتحدة، وهذه التعهدات الدولية واتفاقيات دولية مثلا رسمت الحدود ومزقت وفرقت هذه المناطق بعدة يعني أقاليم حكم الذاتي. الصين سمت تركستان الشرقية يعني شينجيانغ أويغور الحكم الذاتي مثلا، والصين والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت سمت يعني تركستان الغربية قزاق الحكم الذاتي، قرغيز الحكم الذاتي، تاجك الحكم الذاتي، وهكذا. فإخواننا في جمهوريات 5 قزاقستان، قرغيزستان، تاجكستان، وتركمانستان، أوزبكستان، هذه الدول ال5 هم شقيقنا جغرافيا، استقلوا بعد تفكك، بمجرد تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات. أما تركستان الشرقية ما زالت على الورق الحكم الذاتي من طرف الصين، يعني لكن كإدارة المنطقة تديرها الصينيون، السلطات الصينية، مع أن هنا حكم ذاتي من أهل البلد، لكن هم على ورق فقط، مستخدمة لصالح الصين. هذا إداريا يعني تقاسم إداري لمسلمين في داخل الصين، مسلمي تركستان الشرقية ومسلمي الصين. كما تعرفون مسلمو تركستان الشرقية من ضمن فتوحات إسلامية، يعني أسلموا ضمن فتوحات إسلامية، لكن مسلمو الهوي أو مسلمو الصين من داخل الصين يعني أسلموا عبر التجارة، يعني تجار العرب ذهبوا وتزوجوا مع الصينيين ثم نشروا الدعوة الإسلامية في داخل الصين وكثر عددهم، ثم هنا تشكل مجتمع إسلامي في داخل الصين في منطقة يونان، وهنا مساجد كثر لمسلمي الهوي، ثم منطقة نينشيا الحكم الذاتي كمان للمسلمين الهوي. يعني تشكل مجتمع إسلامي في هذين المنطقتين رئيسيين في قلب الصين. أما دكتور الآن الصينيين المسلمين هن موجودين في بقعة جغرافية واحدة كما في تركستان، أم أنهم منتشرون في عدة مدن، عدة أقاليم، أو عدة مناطق في الصين؟ نعم، كما أشرت سابقا أن مسلمو تركستان يعني هؤلاء يعني قوم، شعوب مستقلة كأنها كحضارة وثقافة. هؤلاء مربوطون بثقافة آسيا الوسطى مع أفغانيين وكشمير وباكستان مثلا، كعقيدة عقيدة الماتريدية ومذهب الحنفي وزي اللباس مثلا، من كل الناحية منفصلون تماما من مسلمي الصين من داخل الصين. هذا شيء آخر. أما مسلمو الهوي، مسلمو الصين منتشرة رئيسيا في 3 مناطق رئيسية. أولا في شمال الصين هنا منطقة نينشا هويزو، يعني الحكم الذاتي، يعني مسلمو الهوي تشكلوا منطقة رئيسية، مجتمع إسلامي، فمناطقهم سميت يعني الحكم الذاتي، يعيشون بثقافتهم، مذهبهم مذهب الشافعي أغلبية هكذا. ثم منطقة يونان أقرب إلى طرف لاوس، فيتنام أو تيبت، طبعا بعد تركستان يعني آلاف كيلومترات من داخل الصين، في قلب الصين كما يقولون الآن كجغرافيا كبيرة. القسم الثالث هم الشرق، يعني هم في شرق مثل غوانجو وييوو ونينبو. هذه المدن مدن تجارية للصين، مدن الصناعة، مدن الإنتاج. فهذه المدن يعني مسلمون منتشرون، مسلمو الهوي منتشرون، كذلك مسلمو الأويغور ذهبوا للتجارة وللمشاركة في هذه الصناعات،
لكن يعيشون بثقافتهم الإسلامية تحت هذه الضغوط. هنا بعض الملامح الإسلامية موجودة، مساجد ومراكز تحفيظ القرآن، لكن يعني هذه المؤسسات دينية، مراكز التحفيظ ومساجد كلها، يعني سوف نتكلم عن هذا، تعرضت يعني بإغلاق وباجتهادات كبيرة في الآونة الأخيرة منذ صعود رئيس الصيني الحالي شي جين بينغ على السلطة، وكذلك إعلان طريق الحرير واتفاقيات تجارية مع الدول العربية والإسلامية. يعني بدأت ضغوطات لجميع المسلمين عموما، خاصة لأهل تركستان الشرقية. نعم. بارك الله فيك دكتور، ما شاء الله. يعني الحقيقة إضاءة مهمة جدا. يعني حتى داخل الصين أو المسلمين في الصين هم على عدة مذاهب أيضا، وفي عدة أماكن كنا نتصور أنهم موجودون في مكان واحد. طيب دكتور، أيضا اكتشفنا الآن أو كان هناك ملمح أن تركستان الشرقية كانت مستقلة تقريبا إلى قبيل أو إلى الحرب العالمية، ثم بعد ذلك توزعت ما بين الدول المحيطة. ماذا عن واقع المسلمين؟ ماذا عن واقع المسلمين في عبادتهم، في شعائرهم، في حياتهم؟ تكلمت أن المسلمين موجودين في الشرق، مثلا في شرق الصين في أماكن صناعية. كيف هي حياتهم التجارية والاقتصادية بشكل عام؟ لو تعطينا إحاطة حول هذا الموضوع بارك الله فيك يا دكتور. نعم. أولا نبدأ بتركستان الشرقية. يعني أهل تركستان يعني كما قلت لكم هم شعوب مارسوا بالعيش كحياة منذ تاريخ برعاية المواشي، ثم إنتاج القماش، ثم يعيشون بالزراعة، وهكذا منفصلين من شعوب صينيين كجغرافيا، منفصلون تماما. ثم يعني هم عاشوا برعاية، يعني بتحفظات دينية كبيرة، حتى يعني في عهد قرخانيين سميت كاشغر، يعني بخارى ثانية، مدينة بخارى ثانية. ثم في عهد تيمور لينك، يعني تعرفون هذا الشخص. تيمور لينك أصبح تركستان الشرقية محدو العلم في ذلك الوقت. يعني تيمور لينك مع أن جبروته وتجبره على المسلمين، لكن يعني أسست هنا مدارس ومؤسسات دينية وقبعات ومساجد كثير جدا، واتخذ مدينة كاشغر مركز العلم. ثم في عهد السعيدية في القرن السادس عشر كذلك اتخذت مدينة يركنت، مدينة كاشغر، ومدينة خوتن من جنوب الصين، يعني سميت مهد الحضارات، سميت بخارى ثانية مرة أخرى باهتمامهم بالعلوم الشرعية وب يعني نشر العلم. هؤلاء عاشوا هكذا، إلا أن يعني احتل الصين الحزب الشيوعي تركستان الشرقية في عام 1949. بدأت باصطياد النخبة من الشعب، أولا على رأسها علماء الشريعة، طلاب العلم، ثم يعني مثقفون، شعراء، والذي يسهم وينشر في المجتمع ما يفيدهم. يعني بدأ اعتقالهم بقيادة ماو تسي تونغ، يعني الذي أسس حزب الشيوعي وأسس الصين الجديدة. في عام يعني هنا سياسات داخلية للصين كثير، يعني كل السياسات يعني جاء هنا ضحيتها يعني شعب تركستان الشرقية. مثلا هنا حرب الثقافة، قبضة الكبرى، يعني هذه السياسات مشهورة لدى الصين حتى انتشرت للعالم. يعني هذا الحرب يعني حرب تطبيق الشيوعية، تطبيق الاشتراكية على الشعوب. فأصبحت ضحية تركستان، يعني شعب تركستان الشرقية ضحية لهذه السياسات كثيرة، على رأسها هدم المساجد وإغلاق المدارس ويعني إحراق كل الكتب دينية وكل الكتب يعني مخطوطات إسلامية. هنا
يعني يقدر أن مخطوطات إسلامية في كاشغر في تركستان أكثر من مخطوطات بخارى، أكثر من مخطوطات هند، لكن مع ذلك لا يوجد أي شيء إلا ما تسرب أو ما أخذه يعني متنصرون من سويسرا أو من هولندا، من سياح من رحالة الغربية في أواخر يعني التاسع عشر، القرن التاسع عشر ميلادي وبداية القرن العشرين. يعني أخذوا كثير من المخطوطات، إلا أن يعني جميع ما يشير لنا الحضارة الإسلامية في المنطقة ذهبت هكذا يعني تحريق إحراق الحزب الشيوعي هذه الكتب. الآن في يومنا هذا الصين أعلنت منذ 10 سنين يعني صياغة الإسلام بمبادئ اشتراكية وبمبادئ شيوعية. ماذا يعني هذه السياسات؟ ماذا تعني؟ أولا يعني هذا من ضمن سياسات توحيد أمة الصين. يعني شي جين بينغ يعلن يعني لقومية، هنا 56 قومية يعيش في جغرافيا الصين، لكن تريد الصين أو الحزب الشيوعي يريد توحيد كل هذه القوميات في ثقافة واحدة، في قوم واحد. فضمن هذا توحيد الإسلام أو صياغة الإسلام على مبدأ اشتراكية، على مبدأ شيوعية، ثم توحيد النصرانية على مبدأ اشتراكية، وهكذا، ثم حتى بوذية. كل الحضارات، كل الأديان الآن على وشك الانهيار في داخل الصين عموما. فضمن هذه السياسات القاسية للصين، أهل تركستان الشرقية تعرضت عدة مشاكل. أولا يعني تزويج مسلمات تركستانيات مع الهان الصينيين الملحدين، هذا السياسة الأول، تخيلوا. ثم هنا سياسة يعني توأمة الأسرية. هنا الصين الحزب الشيوعي تطبق يعني تتوأم أسرة تركستانية مع أسرة الصينية، يشارك معنا في 4 أشياء. هذا سياسة ليس ادعاء. أولا مشاركة يعني في المبيت، مشاركة في العيش، مشاركة في الأكل يعني في الأكل والشرب، مشاركة في جميع يعني تحركات يعني عيشية معاشية. دكتور، المواءمة أو التوأمة، المقصود أن يأتوا بأسرة ملحدة مع أسرة مسلمة يعيشون في بيت واحد، هذا هو المقصود؟ نعم، تفضل تابع. نعم، يعني أسرة شقيقة، أسرة توأمة، تسمي توأمة الصين، يعني توحيد يعني أسرة ملحدة من الهان الصينيين مع أسرة تركستانية مسلمة، حتى يراقب ويسجل ثم يرفع للدولة يعني تقارير تفاصيل العيش من داخل الأسرة، حتى لا يبقى أي شيء مخفي من الدولة. فهذه الأسرة يعني هذا أخ المزعوم من طرف الصين، أستعيذ بالله، هو يسجل كل شيء، حتى ماذا يهتم، فكرته هل قومية أغلب أو حب الوطن أغلب، يعني موالاته للحزب الشيوعي كيف، وهكذا. يسجل كل شيء، كل الأفكار، كل التحركات، حتى أقارب، حتى اهتمامات شخصية، كل شيء يسجل ثم يرفع إلى الدولة. وهذا ثم فرع مخابرات هو فرع مخابرات داخل البيت. نعم، أيوة، نعم، بالضبط. ثم سياسة اعتقال للنخب. يعني الآن لا نقول النخبة، لأن شعب تركستان الشرقية نسينا في البداية يعني يقدر، يعني الصين يقدر مسلمو الأيغور 13 مليون مسلم أيغوري، والقزاق قرغز كلنا إجماليا 25 مليون. الآن تقارير محلية، تقارير رسمية شبه رسمية يحصي أن عدد المعتقلين في داخل الصين والمعتقلات وفي أماكن
الصناعة للعمال القسري يعني يقدر 8 ملايين مسلم. تخيلوا 8 ملايين مسلم معتقل دكتور، 8 ملايين مسلم، 8 مليون. نعم الله أكبر. هذا العدد شبه نصف الشعب الآن تحت يعني في هذه المحتجزات وهذه المعتقلات. أحيانا العقل لا يقبل هذه القسوة، لكن عندما نستحضر أمامنا يعني قسوة الحزب الشيوعي وتطبيقات شيوعية اشتراكية، فهذا يعني حتى المواطن ملك للدولة كما تعرفون، يعني كل شخص ملك للدولة، فلذلك يعني يستخدم حسب هواهم في مصانع في المحتجزات وهكذا. ثم يعني بعد العمل هؤلاء يجبرون على يعني إعلان موالاتهم للحزب الشيوعي وحب الوطن ويعني حب الهان الصينيين، ويعلن ويمين يحلف كل يوم أنني يعني خرجت من الإسلام، الإسلام مصدر التخلف، الإسلام يعني منبع الرجوع، يعني وهكذا. كل يوم يكرس يعني الإلحاد، يكرس الشيوعية ماركسية وماوية، فكرة ماوية وستالينية. ثم في الأخير يعني الصين تطبق الآن فصل لغة الأيغورية، لغة أهل البلد من أهلها، يعني منع لغة أيغورية من الجامعة من المدارس، وأعلن الآن لغة صينية كلغة الدولة، فلذلك ممنوع هنا تحدث في الدوائر الرسمية باللغة الأيغورية. ثم جاء هنا يعني أقصى السياسات، وهي يعني تمس يعني داخل البلد، تغيير المزارات ومقابر إلى الزي الصيني، مقابر يعني المقابر الصينية. ثم هدم المساجد، منابر المساجد، حتى بوابات المساجد وقبعات للمساجد كلها تم تغييرها إلى يعني ثقافة الهان الصيني، وهكذا. معالم الإسلامية الآن يعني شبه عدم، شبه انهيار في داخل المجتمع، يعني ما يدل على ثقافة على الحضارة الآن شبه عدم، شبه معدوم. طيب دكتور، على ذكر المساجد، هل هناك من يصلي من المسلمين في المساجد؟ وكيف يصلي المسلمون في عموم البلد طالما كل هذا الضغط موجود عليهم وكل هذا التشديد؟ كيف يمارسون تلك الشعائر؟ هل هناك جزء من الحرية معطاة لهم لممارسة الشعائر؟ هل هناك من يرتاد المساجد؟ نعم، سؤال مهم جدا أستاذنا. هنا أولا عدد المساجد في تركستان قبل 2014 كان يعني رسميا إحصاء الصين، هذا يعني حسب إحصاء الصين يعني 29 ألف مسجد للشعوب عموما. لكن أعلن عدة مصادر دولية تقريرا رسميا لهدم المساجد في داخل البلد. الآن يعني 16 ألف مسجد تم هدمها أو تغييرها إلى أماكن يعني ملهى أو يعني دواجن وورش عمل للصينيين وهكذا. هذا أول. ثانيا سؤالكم مهم جدا، يعني هل هنا من يصلي في المساجد؟ الآن يعني مساجد في يعني مرأى الناس، مسمع الناس تم إغلاقها أو هدمها وبنايات، وتم بناء يعني دوائر حكومية مكانها. المساجد أغلبها في أقاصي قرى وهكذا، أو يعني خلف شوارع ضيقة وهكذا لا يرى. لكن المساجد البقية يصلي فيها المسلمون الأغلب يعني في صلاة الفجر فقط، يفتح لصلاة الفجر.
لما فوق 40، ما دون 40 لا يسمح. يعني 40 من عمر الناس مثلا إذا أردت أنا أن أدخل للمسجد، هنا لابد أن نري لموظف في البوابة لدي كارت، بطاقة رخصة الدخول للمساجد، فإذا لا يكون لا أستطيع. فبطاقتي كذلك ممكن استخدامها في بلدي فقط، في قريتي أو في مدينتي إذا كنت من أهل المدينة في مدينة. إذا كنت من أهل القرى يسمح لي أن أدخل في قريتي فقط، لا يسمح لي أن أدخل في قرية يعني أخرى، وهكذا. كذلك هنا نقطة مهمة، يعني مساجد في داخل المركز في أورمتي في كشغر مدينة سياحية، يعني مفتوح طوال الوقت للسياح، مفتوح يعني للمصلين، لكل مسجد 15 دقيقة فقط. يعني إذا يعني اسألوا عن رحالين أو سياحيين ذهبوا إلى تركستان، 15 دقيقة فقط لكل صلاة. في قرى، في مساجد القرى لا يفتح بوابة المساجد إلا لصلاة الفجر فقط، لصلاة الفجر فقط. فلذلك أهل البلد ليحافظ على الإسلام، على يعني مبادئ الإسلام، يهتم بصلاة الفجر، استيقاظ وذهاب إلى صلاة الفجر في الجماعة في المساجد. وهذا أنا يعني أشعر بالفخر في هذا. أهل البلد يهتم بصلاة الفجر جماعة، هنا يصطف صفان أو ثلاثة، يعني ثلاثة صفوف أو خمسة، يعني شبه صلاة الجمعة. عندما نرى في مساجد في تركيا أو في يعني بلاد العرب، يعني صلاة الفجر قليل، عدد الجماعة في صلاة الفجر قليل، لكن صلاة الجمعة وبقية الصلوات كثير. لكن عندنا في صلوات الأربع لا يوجد ناس، لا يفتح مساجد إلا لصلاة الفجر، لذلك نجد كثيرة يعني عند صلاة الفجر، وهكذا حتى نهتم بثقافتنا. نعم، ما شاء الله. هذا من تثبيت المولى عز وجل لكم إن شاء الله تعالى. أنتم رأس حربة الإسلام هناك. بارك الله فيكم يا دكتور. نعم، تابع، تفضل. نعم. الآن تمام، نحكي من ظروف مسلمين في داخل الصين. أولا في وسط الصين هنا منطقة نينشيا هوي، ثم يونان هوي. هؤلاء المسلمون منتشرون في منطقتين رئيسيتين. هؤلاء يعني كما أشرت سابقا يهتم للصلوات، يأخذ مذهب الشافعي أكثر. كذلك شبابهم الآن كأنه شبه ملحدين، يعني ذابوا في المجتمع، لا يوجد شباب متحمسين للإسلام. كذلك هذا من قسوة الصين وضغوطات الصينية طبعا. ثم يعني بقي عندهم فقط القبعة بيضاء في رأسهم للشيوخ، وأحيانا حجاب خاص للهوي لنساء، يعني هوي قليلا. وفي الفترة الأخيرة حتى هذا تم حظرها. يعيشون بثقافتهم خاصة، منفصلين من ثقافة غير المسلمين حتى من تركستانيين. بدأت ضغوطاتهم في 2016، وأغلقت بعض المساجد وهدمت مثل ما هدمت في تركستان. ف يعني مسلمو الهوي شبه حرية عندهم، يعني أخف من ضغوطات تركستان الشرقية. فهؤلاء خرجوا للمظاهرة ضد هذه السياسات يعني الهادمة لثقافة الإسلام، لكن يعني دمرت يعني من خرج للمظاهرة، وبدأت تضايقات كثيرة. الآن هؤلاء يعني كذلك شبه منهارين من ناحية الإسلام. يعني
علوم شرعية كأنها يعني غابت. كانت في تركستان يعني مهتمون يعني بدراسة علوم الشرعية مخفيا في مدارس تحتية، وفي ندرس في مزارع وهكذا. سلسلتنا يعني متسلسلة مع علماء ديوبند، ومستمرين هكذا مع أن مدارس أغلقت تماما. يعني ندرس في البيوت، لكن مسلمو الهوي هؤلاء محرومون تماما من دراسة العلوم الشرعية، إلا يعني عدد نادر جدا جدا يرسل إلى يعني إلى مصر، إلى السعودية، إلى قطر، إلى الدول العربية. هؤلاء قليل جدا. يعني كيف يذهب بعد تنسيق مع الحزب الشيوعي أنهم يرسل لهم كل الأخبار ويرفع لهم تقارير من جوارهم، سواء من العرب أو من تركستانيين أو من يعني شعوب آسيا الوسطى وهكذا. يعني الدارسون في العالم العربي، في باكستان، في تركيا، من داخل هوي، هؤلاء يعني تفكيرهم يعني كأنهم يخدمون لصالح الصين، لصالح الحزب الشيوعي. فلذلك يعني هؤلاء مساكين جدا، كأن الإسلام منهار في داخل المجتمع الصيني. أما في منطقة أقصى شرق، مدينة متطورة، مدن متطورة مثل ييوو، غوانجو، كانتون، التي يكثر فيها عدد العرب، سياح العرب أو تجار العرب. في هذه المدن يعني مسلمون كمان مشاركون في تجارة، في صناعة. هؤلاء يعني أكثر حرية لهم، حرية الاعتقاد وحرية التدين أكثر. كذلك هذا يعني لتجميل صورة الصين، تجميل صورة الحزب الشيوعي للعالم العربي وهكذا. لكن من ناحية العلوم الشرعية رمزية، رمزية، كأن الإسلام في الحقيقة يعني شبه منهار في داخل الصين. نسأل الله أن يقوي المسلمين ويعيد لنا العزة بالإسلام، خاصة في أهل تركستان الشرقية، يعني الذين يعانون بسبب الإسلام من أشد أو أقصى يعني إجراءات سياسية وإبادة الجماعية. شكرا آمين يا أستاذ. رب، آمين. آمين يا رب. دكتور، هذا الكلام مهول للحقيقة، هو كلام يعني يدعو للخوف، وبنفس الوقت يدعو إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لتفريج الأمر هذا عن المسلمين في الصين. دكتور، ربما السؤال الأخير هو حول المآلات. يعني الكلام الذي تكلمت به ربما يوحي بأن الإسلام في الصين هو يسير باتجاه الإضمحلال، هو يسير باتجاه الذوبان، هو يسير باتجاه الزوال بشكل أو بآخر لا قدر الله. ما رأيكم دكتور بالمآلات؟ ما تقديركم لمآلات هذا الأمر في المستقبل القريب والبعيد؟ شكر الله لكم أستاذنا، سؤال مهم جدا. أنا ربما أخطئ أن أقول الإسلام شبه منهار. كأن أهل الإسلام يعني مضطهدون بأشد القسوة، وكأن معالم الإسلام يعني قد يعني تسوبت بالأرض، صوبت بالأرض، وكأن المساجد هدمت ومعالم إسلامية تم تسويتها. لكن أولا أنا كباحث مسلم، يعني كباحث إسلامي في يعني في المذاهب الإسلامية، وأنا أثق بتمام الإيمان يعني يعيد الإسلام عزتنا أولا، لأن هذه القسوة يعني هذه الإجراءات السياسية لن تدوم، يعني هذا تجبر يعني الحزب الشيوعي ربما لا يدوم أكثر. سوف يأتي لنا مستقبل فاخر بالإسلام وبمعالم إسلامية إن شاء الله. يعني كيف نقول هذا؟ يعني كلما اشتدت
مظالم الأعداء، خاصة كلما اشتد يعني الحزب الشيوعي بظلمه. هنا أهل تركستان الشرقية يعني اشتدت بالتمسك بالدين، بمبادئ الدين. هذا تكرر كثيرا جدا في التاريخ. عندما نركز في يعني أحد يعني الحرب الثقافة في داخل الصين، يعني هنا العلماء يعني من خارج الوطن الذين نجوا إلى خارج، الإسلام انتهى في تركستان، قالوا هكذا في ذلك الوقت. لكن بعد انفتاح هذه المظالم عادت الإسلام يعني بأقوى قوته. فتحت المدارس وبدأت دراسة علوم شرعية، وحتى مسلمو آسيا الوسطى ذهبوا إلى تركستان لتعلم علوم شرعية. وكأن هكذا أهل تركستان يعني كلما اشتد الظلم، هؤلاء يعني يربي جيله القادم ليعيد هذا الإسلام وهذه الحضارة. هذا أول. ثانيا، يعني صاحب هذا الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي متكفل بحفظ هذا الدين، بحفظ هذا القرآن. تخيلوا أن إذا تقابلتم مع طلاب تركستان الشرقية تجدون أن على القليل يعني على الأقل نصفهم حفاظ القرآن. كيف يحفظون؟ مثلا يحفظونهم آباؤهم أمهاتهم في بيوتهم. تخيلوا، يعني نصفهم حفاظ القرآن أو يهتمون بدراسات علوم شرعية، يعني مثلا حفظ متون كلاسيكية من العقيدة ومن الفقه وهكذا، مهتمون جدا. إن شاء الله بهذا التمسك إن شاء الله سوف يعيش الإسلام بعزته السابقة، والحزب الشيوعي إن شاء الله سوف ينهار. لكن لابد أن نسعى نحن كأهل البلد لإعادة هذه العزة. ثانيا، نحن نناشد إخوتنا في العالم العربي والإسلامي أن يتكاتف معنا، وأن يقوم يعني وجه الصين يقول قف عن هذا الظلم، هؤلاء إخوتنا. فتركستان الشرقية يعني جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي منذ التاريخ، منذ القرون. فلذلك يعني لابد أن يعني يكون ويقف مع أهل البلد، مع المسلمين في تركستان الشرقية، وكذلك مع المسلمين في داخل الصين، حتى يقف هذا الحزب الشيوعي الفاسد الفاشي من ظلمهم على المسلمين، ومن يعني جبروتهم على الديانات السماوية، نصرانية، يهودية كمان. يعني ليس المسلمون فقط، كل الإنسانية لابد أن تقف مع أهل البلد حتى ليحافظوا إنسانيتهم، ليحافظوا يعني حضارتهم، يعني حضارات الإسلامية والإنسانية أقصد. وهكذا أرى أنا. طيب تمام دكتور. الآن دكتورنا ربما يكون السؤال الأخير فيما يتعلق بالصين، وهو ما أشرت إليه في آخر كلام ذكرته. إذا تجاوزنا السلطة، إذا تجاوزنا الحزب الحاكم، الحزب الشيوعي الذي يسعى إلى الضغط، أو الذي يضغط، مو يسعى، الذي يضغط على كل الديانات ليس فقط الديانة الإسلامية، إذا تجاوزناه، هل هناك نوع من العلاقات الاجتماعية أو والوجدانية والتعاطف أو التكاتف، أو حالة من الإنسانية تجمع المسلمين مع غير المسلمين من صينيين عموما، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين؟ بمعنى هل المجتمع الصيني عموما يقبل بما يحدث لكل أصحاب الأديان وللمسلمين خصوصا في الصين، أم ماذا؟ يعني هذا الكلام يعني غاية في الأهمية، هذا السؤال. أولا يعني الحزب الشيوعي يعني أفسد الشعوب الصينية بشكل كامل، يعني بسياسات توحيد القوميات، توحيد أمة الصين. هنا كثير من القوميات انذاب، مثلا قومية المنشور
يعني هذه القومية حاكمت للصين قبل الصين الجديد، حتى قبل القرن، يعني 3 قرون، 360 سنة حاكمت على الصين عموما، لكن انذابت الآن. لا يوجد هنا قومية منشور حتى في الإحساء. مثلا هنا ديانة تاوية، ديانة بوذية، ديانة نصرانية. هذه الديانات فقدت كيانها، فقدت وجودها في داخل المجتمع. إلى أين ذهب في يعني المجتمع الصيني في داخل البلد؟ تخيلوا، يعني هنا يعني انذابت ثقافة البلد. هؤلاء لا يوجد هنا أي شيء من التوقف. مثلا ثقافة الأكل، العالم لابد أن يعرف ثقافة الصينيين، ثقافة الأكل والشرب. لهم حلال كل شيء، يأكلوا يعني سقوط، يعني يجمع يعني سقوط البلد من المستشفيات، يعني سقطات من المستشفيات، يأكلون خفافيش، يأكلون ثعابين، خنازير، كل شيء يأكلون. تخيلوا، يعني ثقافتهم سيئة جدا في الأكل والشرب. ثانيا، لديهم لا يوجد أي ديانة. بعد أن حرب الحزب الشيوعي للديانات، هنا لا يوجد هنا يعني تمسك بشيء ما، بمبدأ ما، مبدأ إنساني. فهنا يعني أسرة انهارت في داخل المجتمع الصيني. يعني هنا يعيش البنات مع آبائهم، و يعني الفحوش، زنا، كل شيء منتشرة في المجتمع الصيني. ثم يعني لا أريد أن يعني أتكلم أكثر، لكن المجتمع الصيني في الحقيقة يعني سيء للغاية، يعني يتخالف مع فطرة الإنسانية، مع غزيرة الإنسان، يعني غريزة الإنسان. الآن يعني إلحاد، يعني شيوعية اشتراكية، لا يفكر إلا بكسب المال فقط، كسب المال فقط. فلذلك هنا لا يوجد مبدأ إنساني، مبدأ إنساني. أنا أرى في المستقبل إذا ذهب الحزب الشيوعي من السلطة عادت الشعوب إلى يعني إلى سابقتها، لكن يعني يستعيد هويتها بصعوبة. أنا أقصد داخل المجتمع الصيني، لأن مبادئ انهارت، مبادئ إنسانية انهارت، ديانات انهارت تماما في داخل الصين. لذلك مستقبل لأهل تركستان أكثر، سواء نعم، سواء في الإسلام، بالإسلام، أو بمحافظة على الحرف، على يعني علاقات مع أطراف، مع يعني شعب الجوار، وهكذا. مستقبل تركستان الشرقية هذا يعني مزدهر، نحن نرى هكذا. لكن مستقبل الصين منفصلون من المجتمع العالم، منغلقون تماما، يعني لم يرى تطورات العالم إلا يعني مدن عديدة فقط، مدن عدة من جنوب الصين، شنغهاي، بكين، وشينجين، عدة مدن متطورة أقصى تطور، وبقية المدن تراجعت وتخلفت أقصى تخلف. هنا أناس يعيشوا، يموتوا بجوع، هنا أناس يعني غني بالشراكة مع الحزب الشيوعي بأغنى رجالات إنسان، وهكذا. لا يوجد تراحم بين المجتمع، تكاتف لا يوجد. انتشرت كل السوء، كل الفواحش، أخلاق. يعني حتى يعني علماء علم الاجتماع من داخل الصين، أنا أتابع هذه الأخبار كمان باللغة الصينية، يقولون مستقبل المجتمع الصيني خطير جدا جدا، الإنسانية ربما تنهار في الصين. يقولون هكذا بسبب الحزب الشيوعي، بسبب سياسات الحزب الشيوعي. نعم. نعم.
نسأل الله العافية يا دكتور، وإن شاء الله تعالى نسأل الله العافية يا دكتور. إن شاء الله تعالى تكونون أنتم صمام الأمان بإذن الله تعالى. المسلمون هم فعلا الآن العالم كله يسعى نحو القيم الإسلامية، ونسأل الله أن يكون لنا دور في إعادة إحياء هذه القيم وتثبيتها في المجتمعات عموما، من أجل أن تلجأ إليها في حالات كحالة الصين. بارك الله فيك يا دكتور. دكتور، انتهينا الآن من المحور الأول، محور الكلام عن الصين والمسلمين في الصين، مآلات الحالة الإسلامية في الصين والمسلمين أيضا، وما هي الجذور وما هي الحالة التي يعيشها الصينيون المسلمون الآن. إذا أردنا الانتقال إلى غير الصين، عن المسلمين الموجودين في دول أخرى في الشرق، في الفلبين، في الهند، في غيرها من الدول أيضا، ماذا يمكن أن توجز لنا حول هذه القضية إذا كان بالإمكان؟ المسلمين عموما، انتشارهم، مآلاتهم، حياتهم، كيف يمارسون شعائرهم. إن استطعنا أن نحيط بهذه الإحاطة نكون قد أضأنا حول المسلمين في تلك المنطقة إضاءة ربما تفيد عموم المسلمين في العالم الإسلامي عموما، وفي الوطن العربي المسلمون العرب تحديدا. ماذا تقول لنا عن هذا الموضوع يا دكتور، المسلمين في غير الصين؟ سؤال مهم جدا. جزاك الله خيرا أستاذنا. المسلمون في غير الصين، يعني من أين نبدأ؟ أولا نبدأ من شرق الصين، من مسلمي اليابان، مسلمي كوريا، كوريا الجنوبية أقصد، لأن كوريا الشمالية منغلقة تماما مثل الصين. هنا مسلمون موجود. يقولون بعض الخبراء أن 5% من كوريا الشمالية مسلمون، يقولون هكذا، لكن منفصلون من العالم. كوريا الجنوبية يعني دولة جمهورية وصاحبة حرية، مبدأ الحرية مثلا. هنا يعني في سرعة الانتشار الإسلام في كوريا الجنوبية. هنا كثير اشتهر بدعوة بقبول الإسلام وهكذا، حتى بعض الفنانين وبعض الصحفيين يعني أسلموا، دخلوا في الإسلام. يعني الإسلام عموما في كوريا الجنوبية يعني ينتشر بأقصى سرعة، بسبب أن كوريا الجنوبية الآن أصبح يعني قبلة للمهتمين بالشرق، لأن كوريا الجنوبية مشهور بالتطور، تطور الصناعة ثقيلة وتكنولوجيا ثقيلة. كذلك الدولة تحترم يعني الثقافات، تحترم الأديان وهكذا. لذلك يعني الإسلام ينتشر في كوريا الجنوبية. أما في اليابان، كمان في اليابان يعيش المسلمون منذ عصور طويلة، منذ قرون، حتى في آخر دولة العثمانية، حتى يعني قبل يعني سقوط سلطان عبد الحميد الثاني من السلطة، يعني راسلت كثير مع المسلمين في اليابان. حتى مسلمو تركستان الشرقية، هنا قيادات يعني هربوا إلى اليابان بعدما جاء الحزب الشيوعي إلى تركستان، يعني قبل الاحتلال بشوي. يعني اليابان عموما يحترم الإسلام ويقبل الإسلام كحضارة، كثقافة. وحتى في السلطات يشارك، يعني المشاركة السياسية للمسلمين كمان موجود. حتى هنا سيدة أيغورية انتخبت كنائب برلمان في مدينة أوهايو مثلا، على ما أعتقد. هنا مساجد، هنا إصدارات إسلامية كثيرة. أما الفلبين، هنا الفلبين في منطقة مورو، الحمد لله يعني استقلت كحكم ذاتي لإدارة البلد، ويحافظون على الإسلام كثيرا. هنا كانت حركة إسلامية، حركة دعوية، وحتى
حتى كذلك منفتحة لماليزيا ولتركيا، يعني أهل البلد منفتحون لتركيا ولماليزيا ولإندونيسيين وهكذا. يعني هنا علاقات مع الأطراف موجودة، لذلك الإسلام يحافظ على يعني وجوده هنا في فلبين. فلبين الأغلبية نصرانية، مسلمون 25%، هذا إحصاء رسمي، 25% مسلمون، لكن يحافظون يعني على نشر الدعوة، نشر الإسلام يعني بشكل جيد، بشكل ممتاز. ثم نأتي إلى دول أخرى مثل فيتنام ودولة بورما، نيبال وبوتان. بوتان ونيبال دولة بوذية، ما زالت يحافظ على بوذية كلاسيكية مثل التبت. لكن فيتنام وبرما ولاوس وكمبوديا كمان، هذه المدن كلها مسلمون منتشرون، موجود 10%، 8%، بعض الدول 25 30% موجودون. حتى بورما التي يعيش فيها إخواننا الروهينجيا، يعني 30% مسلمون مثلا. وتايلاند كمان، تايلاند في جنوب هنا منطقة اسمها باتانيا، نسمي باتانيا، منطقة حكم الذاتي يحكمها مسلمون ويحافظون على الإسلام وعلى مبادئ الإسلام، مدارس وجامعات، حتى جامعة إسلامية موجودة. لكن طبعا الحكومات كلها إما ملحدة شيوعية أو ديمقراطية على مبدأ غربية يحارب على الإسلام، لكن أهل البلد يعني المسلمون يحافظون على وجودهم الإسلامي وعلى الثقافة الإسلامية والحضارات الإسلامية. هنا يعني دولة مهمة جدا جدا في يعني شرق جنوب آسيا، وهي دولة ماليزيا. يعني تتطور بأقصى سرعة التطور كاقتصاد وتكنولوجيا وعلاقات وسياسات الدول وسياسات سياسات العالم، حتى يلعب دورا فاعلا بتنسيق علاقات مع الغرب، مع أمريكا ومع إنجلترا ومع الصين، حتى مع القوى الكبرى كلها، يعني علاقتها جيدة. وينشر يعني الإسلام عبر هذه يعني قوة، هذه الأدوار، ويقدم للمسلمين في الجوار، مسلمي بورما ومسلم بنغلاديش مثلا، مسلمي بنغلاديش، يعني يقدم كثير من الدعم، كثير من المساعدات. يعني دولة مهمة. كذلك دولة إسلامية أكبر في العالم، دولة إسلامية أكبر في العالم، وهي دولة إندونيسيا. إندونيسيا يعيش فيها حوالي 300 مليون مسلم، 300 مليون مسلم. في ماليزيا حوالي يعني 40 مليون مسلم. هنا إندونيسيا يعني حركات إسلامية، حركات دعوية، وهنا أحزاب إسلامية يحافظون على يعني مكانة الإسلام حتى في المجتمع، حتى في السلطة، في السياسة، في العلاقات الدولية، في كل شيء. يعني هنا أكثر من 1000 جامعة إسلامية موجودة في إندونيسيا. تخيلوا، يعني الإسلام يحافظ قوته في شرق الآن. يعني أحيانا نحن نستطيع نقول الإسلام في ماليزيا وإندونيسيا أقوى من بعض الدول العربية، نحن نستطيع نقول هكذا. أما عندما نأتي إلى بنغلاديش وإلى باكستان، وهذا يعني جناحان للهند. من شرق بنغلاديش دولة مسلمة، ومن الغرب باكستان دولة مسلمة، في الوسط دولة الهند. ماذا نفهم من هذا؟ دولة الهند حاكمت يعني السلالة المنغولية
التي نحن نذكره بالسوء وبالقسوة يعني جبروت هذه المغول. تعرفون منغول، سلالة المنغولية. لكن في الهند يعني هم أسلموا وحاكموا للهند يعني أكثر من 500 عام، يعني 5 قرون حاكمت على الهند. يعني بفضل سلالة المنغولية انتشرت الإسلام يعني كثير جدا في شرق آسيا، شرق جنوب آسيا، حتى بنغلاديش، باكستان، وحتى داخل الهند هنا أحمد أباد وكشمير وحتى نيو دهلي. يعني مدن وأقاصي وأقاليم هندية كلها منتشر الإسلام، إلا هنا يعني هندوس الحزب الحاكم هم أغلبية. مسلمون في الهند يعني 30% يعيشون هكذا، يعني منخرطين مع السلطة أو مناهزين للسلطة وهكذا، لكن بشكل عام يحافظون على الإسلام، يحافظون على مخطوطات إسلامية كلاسيكية وحديثة، وهؤلاء يحافظون حتى مناهج الدراسة بطريقة ديوبندية. وعلماء المؤتمر الإسلامي يعني التي أسست قبل قرن مثلا، يعني يحافظون على يعني سلسلاتهم العلمية، يحتفظون على الفقه، يعني مدارسة الفقه، يحتفظون على يعني مدارسة الكتب الستة الحديثية يعني للحديث، تفسير، وأنتجوا وقدموا للعلماء، قدموا للإسلام، لحضارة الإسلام علماء كبار، عظماء أجلاء كبير جدا حتى في يومنا هذا. يعني وبقي هنا دولة وهي دولة منغوليا. دولة منغوليا كمان يعني دولة فيها يعيش 5% مسلمون من أصول الأتراك، بعضهم أيغور وبعضهم ياقوت وبعضهم يعني كلهم من سلالة الأتراك. هؤلاء يحتفظون على الإسلام مع أنهم قلة نادرة بالنسبة لشعب منغوليا، لكن إذا كانت هكذا قلة ربما اهتمامهم بالإسلام ربما أخف أو شكلي. مع ذلك يعني هؤلاء يحتفظون على أنهم يعني من ضمن المسلمين بشكل موجز. يعني قدمت لكم ما أعرفه أنا من حال المسلمين حول الصين. ما شاء الله عليك يا دكتور، الحقيقة كلام غاية في الروعة والأهمية في نفس الوقت. بارك الله فيك دكتور. الآن ربما أخذنا من وقتك أكثر من اللازم، لكن لمتعة اللقاء ولأهمية المعلومات التي نحصل عليها منك يا دكتور، الآن عندما أتكلم أنا عن نسب ما بين 5% وقد نصل إلى حوالي 75% في بعض الدول التي ذكرتها، كلهم مسلمون. أتكلم عن عدد مهول، عدد ضخم من المسلمين في تلك المناطق. آخر سؤال دكتور في هذا السياق، توقعاتك، هؤلاء المسلمون الموجودون الآن الذين قد يصل عددهم إلى أكثر من قد يصل إلى مليار في تلك المنطقة أو أقل من مليار قليلا، بتقديركم دكتور ما هو المستقبل الذي يمكن أن يكون في تلك المناطق؟ هل الإسلام في حالة صعود أم هو في حالة ركود أم في حالة انهيار في عموم تلك الدول؟ تكلمنا في الصين أن الإسلام في الصين هناك ضغوطات كبيرة جدا على المسلمين في الصين، ربما بعض الصينيين المسلمين اتجهوا باتجاه أو انحازوا باتجاه المناورة أو باتجاه أن يتعايشوا أو أن ينسجموا مع الثقافة الضاغطة إذا سميناها. لكن عموم المسلمين، أنت تكلمت مثلا عن اليابان أنها فيها بعض الحرية، عن كوريا فيها بعض الحرية، أقصد الجنوبية، عن بعض الدول التي فيها نشاط إسلامي وتعليم وعلم إسلامي وثقافة إسلامية، تكلمت عن مذاهب موجودة هناك. برأيك دكتور شو ممكن تكون، ما هي في المستقبل مآلات وجود المسلمين؟ هل هم في حالة صعود أم في حالة ركود أم في حالة انهيار؟ ماذا تقول في هذا الموضوع؟ نحتاج إلى تحديد مناطق لنفهم أكثر. أولا في داخل الصين
هذا واضح. أنا قدمت رأيي. تمام. أما في كوريا الجنوبية وفي اليابان هنا مسلمون يعني أقلية بمعنى الكلمة. كما قلت 5% 10%. هؤلاء يعني لا يؤثر في المجتمع إلا فقط يعني عبر دعوة، يعني نشر الدعوة، ويعني ربما تأسيس مدارس، تأسيس جامع وهكذا فقط. لكن لا يوجد لديهم قوة سياسية، قوة ثقافية أكثر حتى يؤثر في المجتمع. لكن يعني دولة ماليزيا ودولة إندونيسيا في حالة الصعود حقا، نستطيع أن نقول هكذا، في حالة الصعود، لأن لديهم قوة سياسية، قوة اقتصادية، قوة من كل الناحية، قوة. لكن على يعني فوق قوة قوة، فوق قوة قوة. مثلا الغرب يركز على هاتين الدولتين، دولة ماليزيا وإندونيسيا، والصين كمان يعني بدأت تنافسها مع الغرب في هذه الدول، دولة ماليزيا وإندونيسيا. يعني بين القوى هذه الدولتين كيف تديران مستقبلها، هذا شبه يعني مبهم حاليا. لكن هذه الحالة تشير أن يعني الإسلام تتطور. الحزب الإسلامي في ماليزيا وفي إندونيسيا يعني أقصى في نشاتها الآن. أما في مسلمون في بنغلاديش وفي باكستان، يعني هذا يعني يدمي قلوبنا حقا. هؤلاء فقراء، مع أن لديهم دولة، مع أن لديهم قوة سياسية، لكن قوة اقتصادية في يد الأعداء، في يد الأعداء. باكستان لعبة في يد الغرب الآن. بعض الأحزاب في يد الصين، بعض الأحزاب في يد الغرب، لكن لا يقف مع شعوبها. المسلمون يعني يعيشون بصعوبة جدا، سواء يعني أصحاب المزارع، أصحاب الصناعات، كلهم يعني ظروفهم سيء، يعني ليس جيد. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول مستقبلهم يعني كأنه يتحسن، لا نستطيع أن نقول هكذا. يعني ركود، في حالة الركود نستطيع أن نقول. أما في أفغانستان يعني أهم دولة بالنسبة للشرق، دول الشرق الآن، هي دولة ناشئة، دولة حديثة، أسست منذ عامين تقريبا، استعادت حكمها، أو بتعبير أصح هؤلاء بدأوا بتنسيق علاقات مستقلة بنفسها مع قوى الكبرى ليستفيدوا منهم، و يعني يحافظ بمستقلها، باستقلاليتها. يعني قواهم الله. لكن هنا إيران والصين وروسيا وأمريكا، كل القوى يريد يعوق، كل القوى تريد تعوق مستقبل هذه الدولة، دولة ناشئة. لكن أنا أرى أن هذه الدول كلها هنا فكرة إسلامية، حركة إسلامية. يعني إذا كانت حركة إسلامية لها مستقبل يعني أجمل، مستقبل أحسن. من ضمنها يعني دولة أفغانستان، دولة تاجيكستان، قرغيزستان وقزاقستان، فيها فكرة إسلامية ناشئة، فكرة دعوية ناشئة يعني كبيرة. الآن أنشطة في طريقها الأصح على ما يرى لي. ودولة أفغانستان كمان في طريق صحيح إن شاء الله، قواهم الله. لكن يعني في حالة التطور، يعني هذا الطرف الغربي لتركستان الشرقية
في آسيا الوسطى شبهه. هنا كمان يعني عدد المسلمين ليسوا أقل، حوالي 300. يعني هنا حتى إذا أضفنا باكستان، هنا نصف مليون مسلم يعيش في آسيا الوسطى، باكستان وآسيا الوسطى. يعني هنا حركات إسلامية، فكرة إصلاحية مثلا، فكرة معتدلة، فكرة الوسطية، يعني تأصلت وتجذرت بشكل جيد. هذه الفكرة إن شاء الله سوف يقود المسلمين إلى مستقبل أفضل، إلى ما هو أحسن إن شاء الله. أما بالنسبة للمسلمين في الهند هنا حركة إسلامية شبه عدم معدوم، بسبب يعني هنا يعني الحزب الحاكم حزب مودي يعني ظالم جدا، مع أن دولة الهند جمهورية وعلى مبدأ غربية، لكن بمقابل الإسلام، بمقابل المسلمين، يفعل كل ما يفعل الأعداء مثل الحزب الشيوعي الصيني. لذلك يعني في داخل الصين، في داخل الهند، يعني صعب حالة الإسلام شبه ركود، لكن في آسيا الوسطى في طرف يعني الغرب من الشرق من منطقة إسلامية، يعني في حالة الصعود بإذن الله. بإذن الله تعالى. دكتور محمد، من القلب أشكرك. كان اللقاء لقاء مفيدا جدا جدا، استفدت منه على المستوى الشخصي فوق ما كنت أتوقع. ما شاء الله، بارك الله فيك يا دكتور. نحن تناولنا معك اليوم الحالة الإسلامية في الشرق، في الصين وفي الدول التي هي حول الصين. كنت أود أن أتكلم عن فكرة الفعل السياسي للمسلمين في ذلك أو في تلك البلدان، إلا أنك أشرت إليها بشكل مختصر وسريع، ربما أوحت إلينا بالحالة التي نريد أن نصل إليها في هذا السياق. يعني الفعل السياسي كما رأيناه هو فعل ليس بالمستوى المطلوب بسبب الظروف المحيطة بالمسلمين في كل دولة من تلك الدول. دكتور، أنا أشكرك جزيلا، شكرا لك على تلبية الدعوة، شكرا لك على المعلومات التي أضفتها. أسأل الله أن تكون هذه المعلومات نافعة في العالم الإسلامي كله إن شاء الله. سنحاول أن ننشر هذه الحلقة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين من أجل تسليط الضوء على حالة المسلمين في الشرق. شكرا لك يا دكتور. شكر الله لكم أستاذنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأنا كمان سعيد جدا أن أكون معكم. بارك الله فيكم. سعادتنا أكبر يا دكتور. يعني حقيقة ندعو لك بالتوفيق، ندعو لك بأن يأجرك الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. إياكم، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. ألف شكر للدكتور محمد على ما قدم من إضاءات مهمة جدا حول المسلمين أو عن المسلمين في المنطقة الشرقية من العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم مشاهدينا الأعزاء، ونعدكم في قناة سرات أن نلتقي بكم لقاءات متجددة نقدم لكم فيها النافع والمفيد. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.